ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وسهلا بيكم فيديو جديد مع كينج زبدو. النهارده هنقدم حلقه بتتكلم عن مشروبات البروبيوتيك اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. بس بليز لو ما شفتش الحلقه وايه هي فوائد البروبيوتيك نشوفها في الاي هنا عندك في اي مكان، هنا او هنا، معرفش لسه على حسب الفيديو. وهنروح نعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا دعمنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في المطبخ. طبعا احنا عشان نبتدي، خلي ده هنا دلوقتي، عشان نبتدي هنحتاج برضو جار برطمان زي ده فاضي علشان نحط فيه المكونات بتاعتنا. هنحتاج معلقه عسل كبيره، ده اوبشنال اللي حابب او لا، وبنجر باودر برضو اللي حابب او لا، واربع تفاحات متوسطين الحجم. يلا نبتدي. هنبتدي نقطع التفاح بالشكل ده. نبتدي نشيل طبعا القلب بتاع التفاح. طبعا احنا ممكن نستخدم اي فاكهه احنا عايزينها. احنا طبعا هنقطع تاني ده مربعات صغيره عشان يكون سهل. حابب تقطعها كبير تقطعها صغير، دي حاجه حسب رغبتكم، بس انا بحب اقطعها صغير علشان ما بحبش نسبه السكر تكون عاليه في الفاكهه، لان البكتيريا دي بتتغذى على السكر اللي في الفاكهه. هنبتدي نحط الميه بتاعتنا. هنحط التفاح بتاعنا. بعد ما حطينا التفاح والميه هنبتدي نضيف العسل، معلقه عسل. تخيلوا احنا بنعمل كل حاجه من دي في البيت، قد ايه صحيه وقد ايه مفيده وقد ايه بتخلي حياتنا احلى، ان كل الحاجات اللي بنستخدمها طبيعيه. ودلوقتي هنضيف قطعه البنجر الباودر اللي انا كنت قايل عليها، وهنقلب كويس عشان ندي لون تكتشر كده حلو. المرحله اللي جايه دي هنستخدم فيها حاجه علشان تنشط البكتيريا، اللي هو هنجيب بروبيوتيك جاهزه من الصيدليه او حبايات من الصيدليه. طبعا في بروبيوتيك حبايات كتير، بتكون حبايه بالشكل ده. اوكي، احنا بنفتحها وبنفضيها على المكونات بتاعتنا دي بس علشان تنشط البكتيريا بتاعه البروبيوتيك. احنا هنستخدم حبايتين، وحبايتين ده على فكره رقم قليل جدا، وهنبتدي ننشط كل البكتيريا بتاعتنا. لما حطينا الحبوب بتاعه البروبيوتيك وفضيناها على المكونات بتاعتنا هنقلب كويس. وزي ما اتفقنا ان احنا لما هنيجي نقفل طبعا على المكونات مش هنقفل جامد الغطا، هنقفله سنه، وهنحطه في مكان لمده 4 ايام ونرجع تاني، او ممكن قبل كده على حسب. انا هوريكم المراحل على فكره واحنا ماشيين في ال4 ايام، او هوريكم شكله لما يكون خلاص تمام مظبوط معانا. هنحطه في التلاجة تاني على طول، نحفظه علشان البكتيريا ما تنشطش اكتر من كده، ونشرب منه لما يجي يفضى. خلاص خلصنا، نسيب شوية مية صغيرين ونبتدي نستخدمهم تاني مع مكون تاني، سواء فاكهة او خضروات او اي شيء انت حابه تعمل بيه بكتيريا البروبيوتيك. ده الشكل بعد حوالي 3 أو 4 أيام. بيكون في زي ما انتم شايفين زي فقاعات كده بيضة على الحاجة،
وده بكده بتكون العملية كلها تقريبا تمت. شايفينها بالشكل ده، شايفين انا مصور لكم قبليها بمرحلة بيوم اثناء التفاعل كمان. طعم شبه قوي الشعير، اللي هو شبه البيرل قوي، قريب منه جدا، والطعم قريب محطحط، ما فيهوش اي نوع من انواع السكر. ده دليل على ان كل السكريات البكتيريا اكلتها. وهنحطه بقى في التلاجة ونشرب منه كل يوم على الريق، او اشربوا منه قبل الاكل. هيكون هايل جدا جدا معاكم، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم وفادتكم. وهنعمل ان شاء الله مشروبات تانية كتير بروبيوتيك غنية بكل انواع البكتيريا قريب جدا.